أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال الصديقات والأصدقاء متابعات والمتابعين ديال قناة عمارة في البادية؟ اليوم واحد الفيديو ديال الزراعة والفلاحة عاوتاني. كما كتشوفوا هاد اللعيبات ديال الرمان، كنت لحت واحد الجلفة ديال الرمان وناضوا لي انا، فغادي نجيب هاد القريعات هادو غادي نحولهم من الارض ونديرهم في هاد القريعات هادي على ما يكبروا نزرعوهم في الارض. تراب هو موجود داير فيه مزير. المهم الا كنتو اول مره كتفرجوا في هذا الفيديو ما تنساوش ديروا شي جيم وشي سبسكرايب، شي اشتراك في القناه. نحط التليفون هنا فين ونجي انا لهاد البليصه هنايا وغادي نبدا خدام. غنحاول نسرع شويه الفيديو باش ما ياخذش بزاف تاع الوقت. التصوير راه فيه واقيلا ما شي 20 دقيقه، فانا ما غاديش نخلي 20 دقيقه كامله تدوز، والا اللي جا غادي يتفرج 2 دقائق وما يدي معاه حتى شي افاده. فغادي نبدا بهاد القريعات هادو، جمعتهم غير من الزبل من حدا واحد الحانوت، نخلوهمش يضيعوا، منها نحافظوا على البيئه ومنها نخدموا هاد القريعات هادو لشي حاجه. كما كتشوفوا تنقاد ليهم الحاشيه ديالهم من الفوق وكدير فيهم واحد التقيبات من التحت، باش الماء الى سقينا هادوك الشجيرات من بعد وكتر الماء مثلا في القرعه ما يبقاش محبوس ويخمج لينا الجذوره ديال هذوك الشتائل، ديال هذوك الشجرات ديال الرمان الصغيورين. الماء اللي شايط يتسرب ويزيد يهبط لتحت، وغادي نحطوهم اصلا في واحد البلاصه اللي حتى الا تسرب الماء لتحت ما غاديش يضيع، ما غاديش يمشي في والو. غندير التراب هنا فين ندير النص بالنص، نص تراب كحل والنص تراب ديال مازير، باش هذيك الشجيرات ديال الرمان يلقاو فين يطلقوا العروشه ديالهم ويلقاو فين يتغداو على ما نقلوهم للتربه الحفاري ديالهم. هانتوما كيما شفتوا كندير هذيك الملاسه كنجبد بها هاد الشجيرات هادو ديال الرمان، عندهم العروقه هابطه لتحت شويه ف كيحتاجوا شويه الحفير. انا غادي ندير كل جوج غادي نديرهم في هاد الطاسه هادي ولا هاد الغراف ولا هاد السطيله. هادي كثرت فيها التراب غادي نقصت منها واحد شويه باش نلقى فين نحط هادوك الشتلات ديال الرمان، عاد نزيد من بعد التراب حتى تعمر السطيله. غندير جوج في كل وحده باش حتى الا ماتت وحده ولا جات شي افه كلاتها ولا شي ما تضيعش ليا هذيك السطيله، تبقى الاخرى مزيانه. كما كتشوفوا ضروري خصك تدك هذيك السطله مزيان، سواء الحفره ولا السطله اللي كتحط فيها شي حاجه زرعتيها، ضروري تدك باش يحيد داك الهواء وداك الشيء. خاص التربه تكون مدكوكه. هاد الرمان ناض ليا بالصدفه، واحد النهار جيت من السوق ديال السبت بغيت ناكل واحد الرمانه، ملي فرتكتها لقيتها خامجه من الوسط، واحد الجهه فيها خامجه وانا نلوح ديك ديك الجلفه حتى بالحب ديال الرمان اللي فيها. الرمانه طيبه بزاف يمكن وريحت بزاف، دارت بزاف في السواق وداك الشيء. ملي وصلت عندي خامجه فلحت حدا الرمانه اللي كنسقي. ملي لحتها تمايا دازت واحد المده وما ينوضوا دوك الشجيرات، انا ما كنتش عارفهم في الاول راهم شجيرات ديال الرمان، حتى بداو كيكبروا عاد عرفت باللي راه بانوا لي باللي الوراق راهم ديال الرمان. لان هاد الشجره هادي ديما كنغسل حدا يديا مع الصباح وداك الشيء. هي واحد الشجره ديال السيبريان نوريها لكم من بعد، باش كنبغي نغسل يديا ما كنبغيش نضيع الماء غير هكاك، فكنغسل حدا رمانه ولا حدا شي سيبريه. فكيبقاو ديما هادوك الشجيرات ديال الرمان كيتغداو بالماء وناضوا مزيان، واخا يعني كان الجفاف وداك الشيء قبل ما تصب الشتا، فناضوا مزيان. هادي نايضه بوحدها، غنزرعها ونزيد حداها وحده اخرى. هادي بحال دابا الشجره الثالثه، بقات ليا وحده غادي ندير فيها جوج كما العاده. نزيد التراب وندك من الجناب، وردوا البال الناس اللي يمشوا يهزوا مازير من شي بدوزه ولا شي حاجه راه عارفين دوك البدادز كيكونوا لايحين فيهم. بعض المرات كتلقاو كاس ديال الدجاج مهراس، كتلقاو داكشي ديال الحديد،
بواطات ديال السردين، فردوا بالكم. هاد السطيله بحال جابتني نيشان، عمرت لي هاد الكاميله هادي بحال عمرت لي هاد السطيلات نيشان. وعشيت واحد شويه غادي نسد بها هذيك الحفره اللي درت حدا هذيك الشجيره ديال الرمان. راه ساليت من هادوك، نخوي هذاك التراب تمايا ونسد بها هذيك الحفره، وراه من بعد غادي نجيب الماء وغادي نخوي عليها باش تسد هذيك الحفره تماما. صافي دابا ساليت بلاصي هاد الشجيرات هنايا في هاد البلايصه، بقاو حدا يضرب عليهم الهواء في نفس الوقت يضرب عليهم الشمس، لان هاد البلاصه هادي كضرب فيها الشمس مع الصباح، غير تطلع الشمس ويضربوهم الاشعه الاولين. نجيب واحد شويه ديال الماء، هذا الماء ديال الشتا جامعو في واحد البرميل، غنوري لكم من بعد. الماء ديال الشتا مزيان بنادم يسقي فيه، يسقي بيه، لانه كيكون ما مداويش، ما محيدينش منه الاملاح المعدنيه وداكشي، كيكون باقي ما راو، ما ماده خام. هذا مكان غنسقي هذيك الشجيره ديال النخل حتى هي واحد شويه غاديه وكتكبر حتى تخرج شي فريع اخر، وغادي نزيد ندير لها شي حفره ونزرعها في الارض ونوريكم الفيديو النهائي. هذه الاخرى اللي سقيت زارع واحد داك ماشي نخلات، شجرات ديال الاركان، واحد 4 الحبات ديال الاركان شوهم لا ناضو. هذا هو الشكل النهائي. وديال الجريده ديالنا هاد الفصه راه بديت كنقصص منها مع كبرات، بديت كنحصد منها وكنعطي منها يا اما الدجاج يا اما لدوك الحميرات اللي عندي. هذا النعناع والله الا هو اللي مبرع به، هذا النعناع هذا هو الحاجه اللي مبرع فيها هذه الحديقه عندي هنا. في كل نهار مع الصباح اتاي بالنعناع من الحديقه للبراد، وهذا هو البرميل ديال الماء. ملي جات هاد الشتا الاخر فعمر لي هذا البرميل هذا، غادي ينفعني مزيان في السقي. انا غسل في يدي هنايا، غسلوا اليد الاخرى. فهذا مكان الاخوان، شكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على الاشتراكات. الناس اللي كيشوفوا هذا المحتوى اول مره فما تنسوش ديروا شي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا هذاك الجرس باش لا شي حاجه جديده يوصلكم الاشعارات. شكرا لكم بزاف مره اخرى، تهلاو في روسكم، بالسلامه والى اللقاء.